هتفضلوا لغايه امتى شاغلين بالكم بموضوع زيزو؟ انا بكلم اداره نادي الزمالك، هتفضل شاغل بالك بموضوع زيزو ليه؟ وساب النادي اللي خد كاس مصر بس السنه دي، وضاع منه الدوري وضاع منه، وما دخلش وطلع من الكونفدراليه، وما دخلش دوري ابطال افريقيا، وما جبتش لعيبه حلوه. اللعيبه اللي جت كلها اتصابت في المستشفيات، وانت شاغل بموضوع زيزو. موضوع زيزو انتهى، ترند تافه انتهى. خلاص هو راح الاهلي ومضى وخلص ويلعب كاس العالم للانديه وانت بتفكر فيه. خلي زيزو وقفته انت. الاهلي الزمالك استفاد بايه؟ جمهوره استفاد بايه؟ زيزو توقف. الاهلي عندها لعيبه احسن من زيزو كمان. اوعى تحسب زيزو لما يروح نادي الاهلي هيجيب لهم كاس العالم للانديه. الاهلي فيه لعيبه قويه جدا، واللعيبه اللي جت جديده قويه جدا عن زيزو. زيزو تكمله صف في نادي الاهلي، وانت شاغل بنادي الزمالك. اشغل بالك بالنادي بتاع، شاغل بالك بنادي الاهلي، اشغل بالك بنادي الزمالك. فكر في كاس السوبر المصري اللي جاي، فكر في الدوري الجديد، فكر في اللعيبه الجديده اللي هتجيبها، اللي هتبقى كسره. انا عارف زي اللعيبه اللي جت اللي كلها قاعده في المستشفى، وربنا يشفيهم طبعا. فكر في لعيبه، فكر ازاي النادي يجيب بطوله كبيره. فكر السنه الجايه تاخد دوري، تلعب دوري ابطال افريقيا. مش كل سنه تلعب كونفدراليه، مره تاخدها وعشرة تقعد بره، تقعد تطلع من دوري المجموعات، ومره تطلع من قبل النهائي. فكر في الزمالك شويه، فكر في الجمهور اللي تعب معاك. يا فرحتي بكاس مصر، يا فرحتي بكاس مصر. خدت كاس مصر. ايه كاس مصر؟ اقل فريق بياخده دلوقتي بيراميدز، ما خده السنه اللي فاتت. انت خدته 29 مره، الاهلي واخده 39 مره. فكر في كاس، فكر في دوري ابطال، فكر في الكونفدراليه تاخدها. اللي انت طلعت من فريق من جنوب افريقيا، فريق من جنوب افريقيا تعبان طلعت منه، وخدوا منك واتهزموا في الاخر برضو، ما خدوش منك. يعني انت ما وصلتش حتى للنهائي قبل نهضة بركان. فكر يا عم في الزمالك شويه، فكر في اللعيبه، فكر تجيب لعيبه جامده شويه. مش كل اللعيبه تجيبها لي كسر وبتتصاب في اول، وتجيب لي لعيبه عندها 35 سنه. فكر شويه، فكر يا اداره نادي الزمالك. انتوا مش اداره شويه، انتوا ماسكين احسن تاني نادي في افريقيا. مش هقول لك اول نادي، عشان اول نادي الاهلي معروف، عشان ما نكدبش على بعضينا. الاهلي بطل افريقيا ويفضل طول ما انت واقع. الاهلي بطل افريقيا على طول. سيبك ان اتهزم من صن داونز، سيبك اهو صن داونز طلع وخدها بيراميدز اللي اول مره ياخدها. فكروا شويه يا جماعه في نادي الزمالك شويه. الزمالك تعبت معاكم، والله تعبت معاكم، الجمهور تعب معاكم. يقول لك احنا فرحنا نادي الزمالك، خدنا كاس مصر. يا فرحتي، انت بتقابل فريق خد دوري ابطال افريقيا. اقول لك انا فزت عليك يبقى انا كده بطل افريقيا عشان فزت عليه. بقول لك خد دوري ابطال افريقيا، مش خد كاس مصر. بتفكر في ايه؟ انت عارف اللي خدت منه كاس مصر ده بيفكر يلعب كاس السوبر الافريقي قبل نهضة بركان. انت هتفكر في ايه بقى؟ فكر في زيزو. زيزو هوقف زيزو، هوقف. بعد ما توقف زيزو يا فرحتي هتعمل بايه بعد كده؟ هتعمل ايه بقى؟ وقفت زيزو، زيزو توقف، عملت ايه؟ الزمالك استفاد بايه؟ دخلك $1,000,000. ما انت طول عمرك بتخش لك ملايين دولار وما بتعملش حاجه، ما بتجيبش لعيبه حتى عليها العين. نص اغلبيه اللعيبه اللي انت جبتها، محمود جهاد مصاب، احمد سامي ما بتلعبوش، احمد جفالي مصاب. مين تاني جبته جديد بيلعب في الملعب؟ مين؟ مفيش حد من جديد بيلعب في الملعب. مين؟ مفيش حد. شاغل بالك بموضوع زيزو. زيزو موضوعه بقى تافه، ترند تافه. الراجل خلاص. هو ولا صفقة حسام حسن وابراهيم حسن، صفقة القرن اللي جت من الاهلي جت للزمالك، ما حصلش الضجة الكبيرة اللي انت بتعملها ده. ولاعيبة كتيرة، ورضا عبعال وجمال عبد الحميد وصبر الرحيل، وكل اللعيبة دي ما اتنقلت من الزمالك للاهلي ومن الاهلي للزمالك. ما حصلش الضجة الكبيرة دي. فكر في نادي الزمالك شوية، اشغل بالك بالجمهور اللي تعب معاك. فكر في البطولات الجاية. سيبك، موضوع زيزو انتهى، والله انتهى، ومش هتعرف تعمل حاجة. وسيبك من بيراميدز، ما تشغلش بالك ببيراميدز.
الاهلي تتخصم منه الثلاث نقط، خلي الاهلي ما خدش الدوري، بيراميدز خدت الدوري. انت عملت ايه يا فرحتي؟ الاهلي لما كان 45 دوري دلوقتي هتنزل بقى 44. انت فين من القصه دي؟ انت فين؟ بيراميدز زي اول دوري ليه؟ انت فين من القصه دي؟ شاغل بالك بغيرك ليه؟ فكر في النادي شويه. الاهلي بيفكر في نفسه، وصل كاس العالم للانديه ويقابل انتر ميامي فيها ميسي وبورتو، يعني بيلعب في دوري ابطال اوروبا، وشويه لو صعد هيوصل لمرحله كبيره انت عمرك ما هتوصل لها. انت حتى كاس العالم للانديه اللي دخلته مره البطوله اتلغت على حظك. فكر شويه، انت بالك كام سنه ما خدتش دوري ابطال افريقيا؟ فكر شويه وفكر. ارحموا جمهور الزمالك شويه.